لو فضلت معايا الدقيقتين الجايين هوريك ازاي كتابين بيكشفوا مستقبل حياتنا مع الذكاء الاصطناعي، مش بس تنبؤات، ده سيناريوهات حقيقية وأفكار مرعبة ومبهرة في نفس الوقت. ماكس تيجمارك في كتاب لايف 3.0 بيبدأ بسيناريو اسمه أوميجا تيم، مجموعة مهندسين اخترعوا ذكاء اصطناعي خارق. في الأول استخدموه لتصميم ألعاب فيديو تكسب ملايين، بعدها استغلوا الفلوس والنفوذ لحد ما سيطروا على الإعلام، الاقتصاد وحتى السياسة. الفكرة إن ده مش خيال علمي بعيد، هو بيوريك إن ال AI لو ما كانش متحكم ممكن يسبقنا بخطوات ويشكل عالم ما نوصلش نتحكم فيه. تيجمارك كمان بيحذر من فكرة أسلحة مستقلة، روبوتات أو طيارات من غير طيار تاخد قرار القتل بنفسها. المغزى لازم نحدد النهاردة قواعد السلامة، وإلا المستقبل ممكن يهرب من إيدينا. طب أنت لو عندك ذكاء اصطناعي أقوى من البشر تثق تسلمه قرارات مصيرية؟ الذكاء الاصطناعي فرصة ولا تهديد؟ مارتن فورد في كتاب Architects of Intelligence عمل مقابلات مع كبار العقول في المجال. جيفري هينتون أبو الشبكات العصبية بيقول إن ال AI هيغير كل الصناعات من الطب لحد التعليم، بس في نفس الوقت إيلون ماسك حذر إن الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أخطر من القنابل النووية لو ما تنظمش صح. فورد بيركز على الوظائف وبيقول مفيش مهنة محصنة، سواء محامي، دكتور أو حتى مبرمج، وبيطرح فكرة الدخل الأساسي الشامل كحل، إن كل شخص ياخد مرتب ثابت من الدولة حتى لو وظيفته اختفت بسبب الأتمتة. وبيدي أمثلة إن ال AI مش كله سلبي، ممكن يشخص السرطان بدقة أعلى من الأطباء أو يساعد في اكتشاف أدوية جديدة أسرع بكتير. خلاصة، الذكاء الاصطناعي جاي يقلب حياتنا. السؤال مش هل هيغيرنا، السؤال هل هنستخدمه نبني مستقبل أفضل ولا هنسيبه يتحكم فينا. أنت شايفه فرصة ولا تهديد؟